عندك مشاكل مع كبدة الفراخ؟ زفارة ما بتروحش منها مهما غسلتيها؟ بتتهري منك وانت بتقلبيها؟ طب ما تيجي اصالحك عليها. هنعمل النهارده شوية كبدة فراخ تحفة، تعمليهم سندوتشات تاكليهم جنب المكرونة، حاجة كده ملهمش حل، هتدعيلي. اول حاجه كده هنعملها، هناخد كبده الفراخ زي ما هي بعد ما تغسليها وتنضفيها بطريقتك، حطيها في شويه ميه بتغلي على النار، حطي معاها معلقه خل، طماطمايه، بصلايه، اي توابل عندك في المطبخ حطيها عليها. بعد ما تاخد سلقه بسيطه كده هناخد الميه دي كلها ونرميها، نبدا بقى نتعامل مع الكبده بتاعتنا. انا النهارده عملتها بالبصل، عصقتها بالبصل زي اللحمه المفرومه. حطي بصلايه على النار واول ما تدبل معاكي ننزل بالكبده عليها. ادي الكبده بتاعتي بعد ما خدت غلوه واحده مع الخل والميه. قطعت الكبده حتت صغيره لان انا كنت جايباها فصوص سليمه وسلقتها سليمه. ودي البصله بتاعتي بعد ما دبلت ونزلت بيها على البصله. قلبي بقى البصل مع الكبده كويس لحد ما تاخد لون. البصله هتاخد لون والكبده هتلون معايا وهتبقى روعه. شايفه بتغلي مع البصل وبتاخد ريحه البصل. حطيت كمان شويه فلفل اخضر وشويه فلفل احمر وما بحطش حاجه تاني. التوابل اللي انا حطيتها النهارده ملح وفلفل، شطه وكمون، ممكن تحطي بدل الشطه بابريكا، وشويه توم بودره، وكمان حطيت شويه سماق. وممكن تحطي اي توابل تقابلك في المطبخ، ملح، شطه، فلفل، كمون، اي حاجه الكبده بتقبلها وبتديها ريحه حلوه. المهم التركه الاساس القرفه، حطي سنه قرفه صغيره مع التوابل هتاخد الكبده بتاعتك في حته تانية خالص. خلاص كده الكبده استوت، اتعصجت مع البصله كويس جدا، شربت من ريحه التوابل. يلا بقى نعمل السندوتشات. انا عملتها النهارده سندوتشات للعشاء، حلوه جدا، ما فيهاش اي ريحه زفاره، ما فرفتتش مني وانا بقلبها مع البصل، خدتش كمان وقت في التسويه. الغلوه اللي بنديها لها مع الميه والخل والتوابل بتشيل منها اي ريحه زفاره، وكمان بتخليها تمسك نفسها عشان تعرفي تقطعيها وتقلبيها براحتك من غير ما تتفرفت منك. اعملي بقى السندوتشات بتاعتك، ممكن تاكليها جنب الرز او المكرونه، ملهاش اي ريحه هتضايقك. جربي طريقتي في الكبده النهارده وقولي لي رايك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.